السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. في الله يا شيخ، أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لدي 3 أسئلة. تفضل. بسم الله. هل يجب على الإنسان أن يؤمن إيمان راعي أو إيمان يغني العالم؟ يعني هاي تفاصيل شيخنا مال الله في السماء، أو يعني هاي تدري يعني شوي الواحد يحتار بيها. فالإيمان البسيط أحسن لو الإيمان المتعمق بعلم الكلام؟ عفوا ماذا قلت؟ يعني أقول يا شيخ، هل إيه؟ الإيمان البسيط إيمان الراعي أن لله، يعني الله سبحانه وتعالى الخالق الرازق الواحد الأحد ويقوم بفروضه وواجباته، لو إيمان يدخل بتفاصيلات الإلهية سبحانه لا، وتعالى وهو في السماء؟ عفوا ألست بمطالب أن تؤمن بالقرآن؟ نعم. فإذا كان في القرآن أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، لماذا لا تؤمن بالآية؟ أؤمن بها، نعم. طيب أنا أؤمن خلاص. بالله. إذا كان لا قصدي عفوا يا لا، أنا أتكلمك مش ليس أنك تؤمن بالله، ما الحمد لله أنت مؤمن بالله، لكن أقول لك لماذا لا تصدق بقول الله تعالى أأمنتم من في السماء؟ لماذا لا تصدق بقول الله تعالى للمسيح إني متوفيك ورافعك إلي؟ لماذا لا تؤمن بالآية إليه يصعد الكلم الطيب؟ لماذا لا تؤمن بقوله الرحمن على العرش استوى؟ لازم تؤمن بالآيات. أؤمن بهذا، بس لكن التفاصيل أنت تحكي لي كلام، لا تتكلم بكلام أقتنع به. أنا ما كلمت. عفوا لا، نعم. بس لا تظلم نفسك. أنا ما كلمتك بكلام أبي ولا كلام أمي، أنا كلمتك بكلام الله. قلت لك بفهمك أنت يا شيخ. بفهمي أنا بظاهر النص، بظاهر أأمنتم من في السماء، كيف تفهمه أنت؟ فهمني إياه. يعني إن الله في السماء. خلاص، ما هو فهمك الآن. الآن فهمي فهمك. كيف يقول والله يقول ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها طيب ائتيا طوعا أو كرها. صح، استوى إلى السماء والرحمة. أتينا طاغيا. استوى إلى السماء واستوى على العرش. أعوذ بالله من الجدل. تعلم دينك، لأنك على خطر عظيم أنت سألتني، وأقول إنك تسلك سبيل الضلال. أنت تنفي معاني الآيات المسلمات. أنت تريد أن تؤمن بالله أنه خالق ورازق فقط. أنت تسأل عن كونك تريد أن تؤمن بالله أنه خالق ورازق. صح، الله خالق ورازق. يا شيخ يعني أنا والله مؤمن بالله وبالكلام اللي أنت تفهم. اقرأ كلام ربك، اقرأ كلام ربك سبحانه. لا بد من إيمان كامل. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يريد يبعد عن الآيات التي فيها أن الله في السماء، وبعد فين الله؟ ملوش دخل والله أنا هسه كنت أتصل معك، والله أنا مو يعني معلش، أصل عفوا كل شيء قد جعل الله له قدرا. بينت لك ما عندي. أعجبك القول، أعجبك ما أعجبك، فأنا أبرأ إلى الله من أعجبني والله. تفضل. سؤال ثاني يا شيخ. تفضل. في مرة ماضية أنت قلت الشيخ ابن عثيمين طلب بعض الأشخاص أن يسامحوه رحمة الله عليه. الله يرحمه إن شاء الله. فيقول امتنع. يعني أنا أقول مثلا الآية سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يعملون ويكسبون. أيوة. يعني لو مذكرة بهاي الآية ما تشمل هاي لا بس عفوا، في الآية هذه نزلت في الحال قبل الهجرة، قبل فرض القتال. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، كانت في المنع من القتال بمكة. والله قال ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.
فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. فكان الأمر في مكة في مثل هذه الآية أن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، أعرض عنهم وتوكل على الله، يقول للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله. وعلى هذه الوتيرة آيات متعددة قال كثيرون من أهل العلم كانت قبل فرض القتال. بعدها قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبعدها جاء الأمر. نعم، الله أعلم. جزاك الله السؤال خير. الآخر الله يكرمك. وأرجو منكم الدعاء إن شاء الله. الله يوفقنا وإياك ويحفظنا وإياك وبصرنا وإياك بما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. آمين.